بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لما حصل في الاتجاه المعاكس، فقد كانت الحلقة يريد مقدم من البرنامج الدكتور فيصل قاسم طرف أن يدافع عن قضية الانتقال من حرب المواجهة إلى حرب العصابات. وبصراحة ما أردت أن أثبته وأبينه أننا في الحقيقة لم نفشل بحرب المواجهة حتى ننتقل لحرب العصابات. فنحن يا إخوة يعني الهدف الذي سعينا للوصول له في البداية وهو إسقاط النظام سقط، ولكن الله تعالى كتب علينا أن نسقط بدل النظام أنظمة وبدل الطاغية طغاة. فقد في البداية دمرنا النظام، وخسائر النظام الآن 135 ألف قتيل، 70 ألف منهم من الطائفة العلوية، تقريبا 185 ألف منشق، 3700 دبابة من أصل 5000 دبابة، 90 90 طائرة بقيت من أصل 450 طائرة. ثم انتقلنا للمرحلة الثانية من قتال حزب الشيطان وإيران، وخسائر حزب الشيطان هو ثلث قواته ما بين قتيل وجريح. إيران خسرت 10,000 قتيل، بينهم 39 عميد و28 عقيد واثنين من وضابطين من الجيش الإيراني. طبعا انتقلنا بعدها لمرحلة قتال داعش، وأيضا تمكنا بعد فترة طويلة من طردهم من مناطق واسعة. ثم انتقلنا للمرحلة الحالية وهي التدخل الروسي، ونحن الآن في مرحلة توازن، وبعد فترة يعني سنستعيد زمام المبادرة كما استعدناها في مراحل سابقة. هذا كان رأيي في الحقيقة. خلاصة الكلام أننا نحن لم نفشل في حرب المواجهة، فلا داعي للانتقال لحرب العصابات. وحرب العصابات طبعا تحتاج إلى معطيات غير موجودة في سوريا أبدا، ونحن نجحنا في حرب المواجهة ودمرنا أنظمي. والملف العسكري هو أنجح ملف للثورة السورية، مع الاعتراف بأن هناك في ملفات أخرى يعني وقعت أخطاء، ولكن أنجح ملف صمود أسطوري. تخيل أنه في دارية فقط في 4 سنوات قتل ما يقارب ب 12 ألف قتيل للنظام. في مورك مثلا في فترة من الفترات تقريبا معركة تكلم عنها البنتاغون الأمريكي وقال شابهت الحروب العالمية، فجرنا فيها تقريبا 200 دبابة، 1500 قتيل للنظام، 90 أسير. فخلاصة الكلام أن الذي نريد أن نقوله أننا لم نفشل بحرب المواجهة أبدا حتى ننتقل لحرب العصابات. وانتقال من حرب المواجهة إلى حرب العصابات يعني تسليم كل المناطق المحررة، لأن ترك المواجهة يعني السماح للنظام بالتمدد، وهذا إنهاء لمعظم الثورة. ولا يمكن الثورة أن تقوم بحرب عصابات بعد أن يتقدم النظام على المناطق وفيها أعراض وفيها نساء. طبعا هذا الكلام حدث سوء تفاهم مع قناة الجزيري ومقدم البرنامج فيصل القاسم. هو كان يريد ضيف يدافع عن عن توجه الثوار لحرب العصابات وترك حرب المواجهة، ونحن كنا ضد هذه الفكرة، فتم الانسحاب من الحلقة. وإن شاء الله تعالى نحن ثابتون، سنواجه بإذن الله تعالى. وهذا لا يعني أن نستغل حرب العصابات كرديف، ولكن الأساس هي المواجهة ومنع تقدم النظام على أي منطقة محررة، لأن هناك في أعراض، هناك نساء، هناك أطفال. التقدم على أي منطقة محررة بترك حرب المواجهة يعني ذهاب آلاف الضحايا. وهذه المرحلة التي نعيشها ما هي إلا انتكاسة عشناها فيما بعد، ثم سنستعيد زمام المبادرة، وبإذن الله تعالى ستكون الطلقة الأخيرة في جعبة النظام والحلقة الأخيرة في مسلسل إجرام النظام وحلفاء النظام، مع التحفظ على قضية النظام. فالنظام قد انتهى، ونحن الآن نخوض معركة التحرير بإذن الله تعالى. ستحرر البلاد. وأعتذر من الجميع وأشكر جميع الأخوة الذين ترقبوا، وبإذن الله تعالى سنوضح بصورة أوسع وأشمل فيما بعد. بسم الله.